مواهب متوقع تألقهم في بطولة كان 2024، وده الجزء الأول. فوحد الله وصلى على النبي واعمل لايك، ويلا بينا نبدأ الحلقة. رقم 1 كريم كوناتيه، نجم المنتخب الإيفواري والمهاجم اللي بيصنع الحدث حاليا في الدوري النمساوي، وأفضل معدل تهديفي للاعب تحت 20 سنة في العالم لأنه مواليد 2004. كوناتيه بدأ مع أسك ميموزا الإيفواري وتألق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وعلشان هو موهبة كبيرة تم بيعه إلى ريد بول سالزبورج ب4 مليون يورو، وبعد انتقاله اتعمل له بلان علشان ياخد على الأجواء الأوروبية، وبيطلع إعارة إلى نادي ليفرنج النمساوي في دوري الدرجة الثانية. قدم مستوى هايل وقدر يصنع ويسجل وكان مؤثر إلى حد كبير علشان يرجع مرة تانية إلى سالزبورج ويقدم مستوى خرافي. الموسم ده على المستوى المحلي لعب 20 مباراة بمعدل دقائق لعب 18 مباراة فعلية، يعني تقريبا بيشارك في كل المباريات، وقدر يسجل 10 أهداف وصنع هدف. وانا متوقع انه هيتألق تألق كبير في البطولة لانه على المستوى الدولي لاعب مؤثر جدا. لعب 11 مباراة بمعدل دقائق لعب 250 دقيقة، يعني تقريبا ما لعبش 3 مباريات. قدر يسجل هدفين وصنع هدفين، وهو ابرز موهبة في المنتخب الايفواري حاليا، وانا براهن انه هيكون احد مفاجآت البطولة. اللاعب رقم 2 هو محمد قدوس، نجم المنتخب الغاني ونادي ويست هام الانجليزي، واكيد اللاعب اسمه معروف في الوقت الحالي. قدوس تم تاسيسه في اكاديميه رايت تو دريم اللي بيمتلكها رجل الاعمال المصري محمد وصفي، واول تجاربه الاحترافيه كانت مع نادي نوردشلاند الدنماركي، النادي التابع للاكاديميه. بيقدم مستوى هايل معاهم ويتالق جدا، ثم ينتقل بعدها الى نادي اياكس امستردام ويكسر الدنيا وبيسجل في ليفربول في دوري ابطال اوروبا. وبعد التالق اللي قدمه انتقل الى ويست هام الانجليزي. ارقام قدوس هذا الموسم لعب 24 مباراة بما يعادل 19 مباراة فعلية، وقدر يسجل 9 أهداف، منهم هدف في أرسنال، هدف في نيوكاسل، وهدف في مان يونايتد. وخد بالك ان ده اول موسم ليه في الدوري الانجليزي. قدوس عنده 23 سنة حاليا، وهو نجم منتخب غانا الاول وابرز موهبة متوقع انه يقدم بطولة كبيرة لانه على المستوى الدولي ورغم صغر سنه الا انه لعب 30 مباراة بما يعادل 25 مباراة فعلية، يعني تقريبا بيلعب اساسي. سجل 9 اهداف وصنع 3، وقدر يسجل هدفين في شباك كوريا في كاس العالم قطر 2022، وفعلا قدامه كتير يقدمه اثناء البطولة. اللاعب رقم 3 هو امين عدلي، نجم المنتخب المغربي وبايرن ليفركوزن الالماني، وينج رايت وبلاي ميكر مرعب، صاحب رؤيه خرافيه وستايل مختلف تماما عن حكيم زياش. امين لاعب مغترب اتولد في فرنسا، بدا مع نادي تولوز الفرنسي من قطاعات الناشئين لحد لما وصل للفريق الاول وقدم مستوى جيد جدا علشان يتم انتقاله بعدها الى بايرن ليفركوزن الالماني، وحاليا بيقدم افضل مستوياته مع العبقري تشافي الونسو. لعب حتى الآن هذا الموسم 20 مباراة بما يعادل 11 مباراة فعلية، سجل 5 أهداف وصنع 8، وفعلا لاعب عنده رؤية ممتازة جدا وعلى مستوى الصناعة فعلا مرعب. أمين ما لعبش غير 4 مباريات دولية فقط مع المنتخب المغربي، قدر يسجل هدف وصنع هدف، ولكن رغم ذلك أنا واثق إنه هيكون إضافة كبيرة للمنتخب المغربي في البطولة، وهيقدم بطولة فعلا ممتازة، وهيكون أحد مفاجآت البطولة. ولحد هنا صديقي أنا خلصت كلامي. ده كان الجزء الأول من سلسلة مواهب متوقع تألقهم في كان 24. استنى الحلقة الجاية وتوقع مين اللاعب اللي ممكن يكون متواجد فيها، واخيرا قول لي مين اللاعب المتوقع تألقه من القائمة اللي عرضتها لك النهارده. هستنى الكومنت بتاعك، واتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.